وين مارت نص الفيديو؟ تعال حبيبنا. هذا اول فلوج ان شاء الله. طبعا المكان وين؟ شارع الزينة، قناة جديدة وبداية جديدة، وان شاء الله مع سيارة توني شاريها. بنضبطكم ان شاء الله بكم شغلة حلوة يعني، خليكم تشوفون اشياء حلوة كذي. هذا اتش دي 2020 الس اغل فئة عليه، اللهم رنقات تواير، رفعة صدر. طبعا تواير يبينهم تبديل. هذا لما ترفع سيارتك وما تسوي لا ميزان ولا سحكية كذي يصير وياك، لازم تضبط الامور. شوفوا نبلش ان شاء الله. الحين جايين عند الفانوس بنسوي كم شغله. ذاك الستيكر اللي ورا هذا بنشيله. حاليا شو نسوي؟ نبدل الاسطاب هذا، نشيل من هوليجين ليت هوليجين هذه، نحط له ال LED الكامل بس يوصل نوريكم ان شاء الله. وان شاء الله المناظر نحط فيها الليتات. شال الشبك، في شيء قبل لا يركب لازم نسويه، شيل هذا كامل. الحين اشيلهم بس انا طريقتهم حيل سهله. تعال عبيد، هذه ليش تشيلها؟ طبعا احنا بالكويت درجه حراره عندنا 90، دزها بس لورا دزه، راح تفتح وياك بجهه، تسحبها لبرا، تاخذها كذي ثانيه، تدزها لداخل، تطلع بيدك. شو تسوي؟ تدزها لداخل عندك هني، تسحبها كمل على حتى خل اشيلهم كلهم موجودين. شلناها كامله. الحين الهواء يدش 100% داخل، خلاص التبريد كله راح يتغير 180 درجه. الحين الاسطاب اللي ورا هذا شكل وكاله. ليش كذا ما في خوف والله؟ هذا شكل وكاله بنشيله بس، وقسما بالله قصتك نار نشيله. الحين عندنا الاسطاب الخلفي نشيل هذا مال الوكاله الكامل، نشيله نحط مال ال LTZ اللي هو راح يكون، راح تشوفونه فرق الحين بس خليبه. راح نبدل اسطابات قدام ورا، تحويل LTZ. هذا الاسطاب شوفوا شويه، عطني بس مجال نصور عشان ما هذا هذا اسطاب الوكاله. انطر حطه يمه، حطه يمه خلينا نشوف. طبعا هذا مال الجهه الثانيه يعني. اي بس شوف الفرق مبين انه مني اللي يدي حجي. شوف هني راح يكون كامل عكس هني شوف فرق اللون، فرق كل شيء فيه. شنو الحين تغير اسطابين، ضبط الدنيا. شوف الفرق، هذا اسطاب LTZ ما شاء الله تبارك الرحمن، وايد احلى من اسطاب الوكاله. شوف الفرق، اسطاب الوكاله مع اسطاب LTZ. خلي يشيل الجيري بس، حطه بارك رامي على بريك. شوفه وايد ما شاء الله تبارك الرحمن. شيل البريك شيل. شوفه ما شاء الله تبارك الرحمن، وايد احلى يا جماعه. هذا شكل LTZ مقارنه بشكل الوكاله. اللي كنت ناسيه الصراحه وتوه شفته داخل المحل، اللي هي المنظره. عندك هذه المنظره ما يجي فيها لا اشاره ولا سكن ولا ليت، ولا الليت هني يكون في ليت المفروض ينور، هني هذا مو موجود. وعندك هذه المفروض يركب كامل هني ليتين، ما قلنا الجنب اللي هني. وطبعا LTZ شنو يصير هني فيه اللي هو تنبيه، اذا تكون في سياره يمك جايه ينبهك هني المفروض، اللي هي نقطه عمياء يسمونها. ان شاء الله باذن الله شفناها نركب بعدين فتره جايه ان شاء الله بنوريكم كل شيء اول باول. راح نطلب له سناسر خلفي، سناسر امامي، والدقم مالت السناسر. يعني ان شاء الله باذن الله راح تشوفون اول تحويله LTZ على الاتش دي بالكويت، تحويل كامل من برا وداخل. وان شاء الله في سياره ثانيه قاعد نشتغل عليها نوريكم اياها اول باول، شغلها موجود. الحين بالنسبه حق ورا طبعا قاعد يشتغلون، هني قدام قاعد يشتغلون. شوف الشبك ان شاء الله حق الاسطاب اللي هني ما يبين، بس انه بنتغير هذا الاسطاب هي قطعتين، هذا قطعه فوق قطعه تحت. ان شاء الله راح تبدل كامل اللي فوق واللي تحت. هذه المناظر اللي تو اقول لكم عنهم. شوفون هني بليتاتهم، وعندك هني ليت ومن تحت يصير فيها ليت عشان ينور تحت.
هذه اللي هي منظرة LTZ طبعا، بس حسافة والله. كان في قطعة على اساس هني كروم طلعت مو موجودة، ان شاء الله راح اطلبها نركب عليها الكروم. اسطاب للاسف ما ركب اليوم بعد، قال لي تعال يوم السبت لان في تمديد شوية كهرباء تعديل على ضفيرة الألس غير عن ضفيرة LTZ بالليتات. يعني ركبناه ما اشتغلوا الليتات نهائيا. الشبك ان شاء الله باذن الله هم راح نطلبه ويا الكروم اللي هني، وان شاء الله راح نطلب الكروم مال الباب اللي هو هم القضبات الاربعه كروم راح نسويهم. وبشوف شنو في قطع LTZ كروم كلهم راح اطلبهم اسويها كروم، يعني فل كروم راح يكون. ان الله يا الرابع راح نوقف هني وباكر نرجع له ان شاء الله نركب عنده الاسطابات الاماميه يعدلهم عشان يمدد ضفيرتهم مع ضفيره المناظر الثنتين عشان يشغل ليتاتهم. يوم ثاني يوم ما مداني اصور لكم والله. اول ما طلعت من البيت كانت بطاريه مخنسه والامور مع الحر كلش ما تساعد. اليوم ثاني يوم بس ما قلنا نبي نروح نبدل الاسطابات اللي قدام، نركب اليدد ونركب المناظر اللي على الجنب. وعندنا طبعا شلنا الشتر، هذا شيء انا ما كنت ادري فيه للامانه، ان اذا شلت الشتر راح تطلع على ويانا علامه الماكينه، يحتاج برمجه. فنبي نروح اليوم حق بستكي ونشوف اذا برمجه ولا لا، بس عقب ما نخلص الليتات نروح نبدل بطاريه جديده. وبدلنا التواير ما وريناكم، بعد شوي نوريكم الشكل النهائي مع التواير اللي يدد. في شغل وايد على السياره، في شغله ودي اقول لكم اياها وايد حلوه يا جماعه. اي واحد عنده كار بلاي، طبعا ترمر اللي هي سيارتي القديمه ما عليكم منها، هذه كار بلاي. ابل كار بلاي تصير شيء يا اخي يفج منك ازمه، ما تحتاج لا تشبك تلفونك ولا بلوتوث ولا شيء. والحلو فيها ان صوتها صافي، ما فيها طزه، ما فيها الامور هذه، يعني تعطي الصوت حقه من الاخر يقول لك اياها. نوصل شويخ ونكمل لكم التصوير. وصلنا اول شيء تسويه عشان تكمل يومك تدخل تبدل بطاريه. انا والله بفتر عليهم الصراحه، ما عندي شخص معين. انا بالنسبه لي يا جماعه بطاريه الامارون اللي هي تكون هنديه على حسب السياره، تكون جل او اللي هم يسمونه تيزاب اذا ما خاب ظني. فانا بالنسبه لي بس الوكاله لا تغير عن رقم الوكاله، واذا كانت الوكاله جل ركب جل، اذا كانت اللي هو الماي هذا التيزاب ركب نفس ما هي. وعندك اما امارون كفالتها اتوقع 2 والموتور كرافت اتوقع 3 سنين، او هذه سنه وهذه 2 والله الامانه ما ادري بالضبط، خل اسال واقول لكم. بس انا بالنسبه لي تفتح الكبوت تشوف رقم الوكاله، وهم الجراجات هم يعرفون ركب نفس ارقام الوكاله. النصائح القديمه واللي للحين متعارف عليها وهي صحيحه ترى مالت البرمجه، خلي السياره شغاله بس تطفي المكيف، طفي المكيف لا تخليه شغال. شو تسوي؟ تشيل البطاريه تشيلها، تركب بطاريه امارون كفالتها 2 امورك تمام. طف مخك اي شيء صار ترد لهم، خنست تعبت ان شاء الله. نبدل البطاريه الحين بس يطلع لنا اياها، نركب البطاريه بعدها نروح وين؟ شارع الزينه. خلصنا تركيب بطاريه، متوجهين شارع الزينه. طبعا البطاريه امارون نفس ما قلت لكم كفالتها 2 خنست اختربت قطيتها من فوق عماره، الامور كلها تمام على الكفاله. طف مخك اخذ اي شيء على الكفاله. 38 او 39 دينار طلعت علي للامانه. خذ مني البطاريه القديمه ياخذونها بدينار اتوقع اذا ما خاب ظني، لانهم يبيعونها بدينارين عليه بالعافيه. الحين بس نروح شارع الزينه نكمل باقي الاغراض. خليكم ويانا اول باول ان شاء الله. هذا مشيوله، بدل اسطابات، شغل المناظر بدون زلغ وايرات، كلها اللي هم الكباسه مالت الوايرات اللي تكبس الواير بدون ما تزلغه. الشبك لازم نرده نتعظ ونرد الشبك عشان تروح علامه الماكينه.
ما لها حل يا جماعة، لا حد يسويها. وانا قلت لك ما لها حل. يقول ما شغال نضبط الامور، نخلص نوريكم الشكل بالليل كذي، نوقف لكم مكان ظلمه نوريكم. بس وايد زحمه، وايد قاعد يشتغل. هذا الشكل النهائي، بس للامانه بالتصوير مو مبين عدل. هذا وهذا، هذا على ازرق، على LED الازرق، هذا صار اصفر، فصار فرق بين هذا وهذا. بالتصوير ما راح يبين، كله واحد مبين، بس ترى يعني بالصج الفرق كبير بينهم. اكثر مكان ظلمه، قاعد احاول اطلع شكل السياره يعني، بس ابي الاضاءه اللي هي تبين. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما توقعت ان الليت مال المنظره بهالقوه. شوف الليت اللي على الجنب، الاضاءه موزعه صارت على السياره، باقي بس هالصوب. شوف لنا بعدين ليتات الالتزم شلون طريقتهم. الليتات الخلفيه ما شاء الله تبارك الرحمن هم نفس ليتات التريل بوس. شلنا الستيكر الاسود اللي ورا مع الليتات، ركبت فرة كاملة نوريكم اياهم عدل. شوف طبعا الجو غبار، ما ودنا نغسل السيارة والله عشان تطلع بالصورة الكاملة. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا الشكل النهائي تقريبا حق الليتات، بس يعني بدون الشبك بدون البيدي. خلكم معنا ان شاء الله، باذن الله راح تشوفون تغييرات بالوانيت هذا، وباقي البروجكتات اللي عندي الشخصيه ان شاء الله، وحتى بروجكتات الشباب. يعني راح يكون محتوى سيايير، طلعات، وناسه، بر، بحر، الامور هذه.